مرحبا، كيفكن؟ شو اخباركن؟ اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. هذا الفيديو 11 رمضان، نهار احد. بس طبعا راح ينزلكم بيكون نهار تانيين، بيكون 12 رمضان اذا الله هيك خلانا وعطانا عمر. آه نهار الاحد بتعرفوا عطلي والولاد معطلين وزوجي معطل. وقبل بنهار ما كنت طابخة، اللي شاف الفيديو كنا جايبين اكل جاهز، فكنت مقررة على اللي يبرق لنهار الاحد. ففقت بكير. ضبيت الأول ما فقنا. طبعا نحن برمضان غير رمضان، هذا نظامنا، ما بنقدر نتأخر بالنومي بسبب كمان في أولاد صغار بالبيت، يعني الواحد بس نفاقوا الأولاد إجباري بدنا نفيق. فأنا ضبيت لتخوتي مثل العادي، مثل الروتين بتعرفوه، اللي متابعني بيعرف إنه أول شغلة بعملها بهول تخوتي، بنفضهم بضبهم. وفت على المطبخ اللي تخليني أول شغلة أعملها هي إني لف اليبرة وأمن عليه حطه على الغاز. وبعدين اللهم صل على سيدنا محمد، إذا عندي شغل بالبيت، عندي ترتيب، عندي حمام الأولاد، عندي غسيل، هاي القصص كلياتها بكون خلص أمنت على الطبخة، حطيتها على الغاز. عارفة لأن اليبرة بده شغل، بده يعني وقت. وما إنه نهار رمضان أنا بالعادة بالأحوال العادية، يعني بالأيام غير رمضان بحب لف المسا وعلق عليه بكير. بس هلا نهار طويل وفي معنا وقت، فقلت يعني بلفه بكير وبعلق عليه. بلشت تقريبا على الساعة 10. قعدت يعني بما جهزت التبلي وكذا، وخلصت تقريبا ضليت عليهم ساعتين. ما بعرف بالضبط شو عمل، يعني عيار رز ما عيرت، حطيت كمية لأنه عندي كمية ورق منيحة، يعني قد ما حطيت رز كانوا بكفوا. لفيت الورقات أكلوا مثل ما قلت لكم معي ساعتين، من الساعة 10 للساعة 12. علقت عليهم. وأمنت خلاص هيك حطيتهم على أهدى عيار للغاز. خلاص على أذان المغرب، قبل أذان المغرب بشوي بنزلهم. ف ما بعرف هلا نحن أنا هيك بعمل يبرق. التبلة هي عبارة عن بس لحمة، فلفل، شوية هال، كركم ممكن بس هيك يعطي لون للرز، وطبعا زيت وملح وتوم. وبطبخه بحامض، بالحمض الليمون، مو بحمض الليمون يعني بالليمون، عصير الليمون. وفقط هيك. حطيت اللحمة تحت هون، كنت خلصتهم صفيتهم. حطيت ورق غار، حطيت رشيد على اللحمة، فلفل، ملح، هيك حتى تعطيها نكهة طيبة. حطيت شوية توم وصفيت اليبرقات ومشان علق عليهم. بهذا الوقت طبعا الولاد بالبيت وزوجي بالبيت. ف خلصت اليبرقات، زوجي بده ياخد الولاد يدرجهم شوي. لأنه الجو ماشي حاله، كان يعني مو كتير حلو، ويعني يخرجوا الواحد ماشي الحال بينطلع. فاخذوا، استغليت فرصة قلت خليني بسرعة طبق على الإبرة وأطبق وضب غرفة القعدة، لأنه بس نرجع من غير شر بده يصير بقى بدهم يقعدوا بغرفة القعدة، فبصير صعب علي إني ضبها ونضفها. ف هون صرت هيك عسرة مثل الزنبرك، ركد على غرفة القعدة. أول شغلة بشيل وجاه الكنبايات. هلا أنا صار فيني عادي إنه لازم كل نهار شيل وجاه الكنبايات. شايفين كيف شكلها كانت. بشيل وجه الكنبايات، بطالع النضاف، وبحط الوسخين بالغسالة. هني ما أنا وسخين، بس أنا هيك خلص يعني تعودت إنه كل نهار كل نهار لازم ينغسلوا. بالمكنسي، هاي المكنسة كتير ظريفة. بنفض الكنبايات، برجع بتبعية الغبرة بنفضهم مزبوط، حتى هدول هيك الفتحات تبعات المعجن بيحشوا غبرة، فأنا كل نهار بنفضهم حتى ما يبين عليهم أو ما يعني بصير بعدين مسحهم صعب. فبمسح بالمكنسة بشفطهم، برجع بعدين بنفضهم تبعية الغبرة، ما بضل شي بقلبهم أبدا. وبحط الوجه الجديد. ما فيني استغني عن الوجاه أبدا، لأنه بتعرفوا غرفة أهلي أولاد صغار. يعني نحن ما عندنا، أنا بيتي صغير، وأصلا نظام البيوت بألمانيا يعني قليل تلاقي مثلا غرفة ضيوف وغرفة قعدة مثل كان عندنا بسوريا. هون لا، غرفة القعدة هي نفسها بدها تكون غرفة الضيوف، يعني إذا إجا صادف حدا عنده الواحد، فهيك يعني دائما لازم تكون نظيفة ومرتبة. وبحاول قدر الإمكان إنه حافظ على الكنبايات بحيث إنه غطيهم، حط لهم وجه، هيك أفضل وأنظف يعني بصراحة. هلا اللي ما عنده أولاد ممكن هاي الشغلة ما بيحتاجها، بس أنا بما إنه في أولاد صغار فيعني لابد منها. حطيت لوجان بالغسالة الوسخات، طلعت النضاف. خلصتها تقريبا، مسحت الغبرة، مسحت التلفزيون، زبطت هيك هاي الزاوية اللي عملتها كمان. شو عملت كمان، مسحت شفطت السجادة وشفطت تحت الكنبايات ومسحنا، مسحتهم، مسحت الأرضيات والعتبات. وهيك تقريبا كنت مخلصة غرفة القعدة. فبسرعة مشان قبل ما يجوا من غير شر الأولاد، لأنه بعرفهم ما بطولوا يعني أكتر من ساعة ونص ساعتين ما بطولوا. لأنه الجو ما كتير بيساعد، وزوجي صايم، يعني هذا الشي كمان متعب لإله، حرام يعني. فياخدن شوي وبيرجع لي إياهم، بيرجع لي. هوني كنت تقريبا راح أخلص. فتحت بقى آخر شي باب الشباك،
أنا بعد ما بخلص الغرفة بصراحة بفتح الشباك خلاص هيك يعني بطلع منها، لأنه أنا الغرفة يعني بيتي صاير على ساحة البناية، فخلص بس طلعت منها ومشان صوت المكنسي وهيك نهار أحد وكذا بفتح الشباك. بعدين انتقلت على غرفة الأولاد. أنا طبعا ضابة خوتي، بس بمسح المرايا بمسح الغبرة، برجع بنفض شوي، بشفطها بالمكنسة الأرضيات وبرجع بمسح. آم، بس هيك رجعت بعد ما رجعوا الأولاد، كنت مخلصة غرفة القعدة مخلصة غرفتهم، رجعوا كمان رجعنا حمام وغسيل من أول وجديد، وطوي غسيل وشيل غسيل، هذا كله بياكل وقت يعني. بس سبحان الله امبارح ما بعرف حسيت النهار يعني صار له رمضان، كان امبارح 11 رمضان، هذا الفيديو طبعا منتجه ومنزل صوت عليه نهار الاثنين 12 رمضان. آه كان كتير حسيت النهار طويل، ما بعرف هي أول نهار بحسه إنه عن جد بحس الوقت ما عاد يخلص. ما بعرف بجوز لأنه ما كان عندي شغل كتير بالمطبخ، الوحدة بالمطبخ بتلتهي، مثلا شغلي من هون يعني أكلي من هون أكلة حلو من هون. فامبارح كنت مقررة إنه خلص اليبرة ما بدي أعمل شي بصراحة، كان جاي على بالي أعمل مشبك بس ما كان عندي سميد فما عملت. وعم بحاول قدر الإمكان إنه بركي لعل وعسى بقدر نحفل كم كيلو قبل رمضان، لأنه مشكلة يعني إنه صايم الواحد يجي يروح كل تعبه بعدين الأكل الحلو بهي النقرشات وهالقصص. بس يعني لابد من هاي الشغلات برمضان، الواحد ما بيقدر، الصايم سبحان الله بيشتهي. ف... فلهيك حسيت كتير النهار طويل، بجوز مثل ما تقول إنه ما كان عندي شغل كتير بالمطبخ، يعني علقت على اليبرق وخلص هذا هو اليوم إفطارنا، ما عملت يعني شي جنبه. يعني اليبرق ما بده شي جنبه أصلا، لا بيتاكل معه فتوش ولا سلطة ولا قصص تاني يعني، وخاصة إنه نحن بالعيلة كلياتنا بنحب اليبرق. ف... فما عملت شي، ما نوعت، لأنه بالأحوال العادية مثلا إذا أنا بحب أكلي زوجي ممكن ما يكون بيحبه، فنضطر نعمل مثلا أكلتين. أنا وزوجي بناكل أكلي، الأولاد ممكن يكونوا ما بيحبوش، بتعرفوا الأولاد في كتير أكلات ممكن ما ياكلوها يعني أكلات الكبار، فاضطر مثلا أعمل بطاطا مقلية، أعمل مقبلات، أعمل شي. فما إنه كلياتنا بالعيلة متفقين على اليبرة فما عملت شي. فلهيك حسيت كتير النهار طويل، يعني مثل ما قلت لكم ضبيت البيت وطبخ نفينا اليبرة وحممت الأولاد، غسلنا الغسيل، رجعنا طوينا غسيل، نشرنا غسيل، ومع هيك شوي طلع الساعة لقي الساعة 5، 5:30، يعني لسه عم تمشي ببطء. المهم الحمد لله خلص النهار وهيك وهي اليبرقات آخر شي عن جد ذابوا ذوبان. وانتبهوا إنه ما في حرز طالع من الحبة، يعني فرجي. وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى اللي عم يشوفني لأول مرة الاشتراك بالقناة، ضغط على زر اللايك. بشوفكم فيديوهات تاني. رمضان